أنا ملحد أو أنا لا ديني، كلمة كتير جدا بقينا بنسمعها اليومين دول، وفي ناس كتير بتعتقد إنها من الشجاعة أو إنها من الحرية. للأسف الكلمة دي لما بقت تتقال بقت تكسر بيوت، فرقت أزواج كانوا بيحبوا بعض وكانوا بينهم عشرة كبيرة جدا، والكلمة دي عملت فجوة بين جيل وجيل، جيل الآباء وجيل الأبناء. ليه فجأة بقينا بنسمع أنا مش مقتنع، أو أنا مش لاقي معنى، أو الدين بيأيدني؟ احنا النهاردة جايين نناقش الموضوع ده علشان نفهم، مش علشان نهاجم حد. هنتكلم النهاردة عن المشكلة دي على 4 محاور. المحور الأول، ليه الناس بتتجه للإلحاد؟ الصدمة والوجع. واحد بيفقد عزيز وغالي عنده وبيسأل نفسه فين ربنا من الألم والوجع ده؟ التناقضات اللي بنشوفها، فساد وظلم، وناس بتتكلم باسم دين غلط. غرق في الفلسفات المادية، أفكار مستوردة، الحياة صدفة ملهاش معنى. حب الحرية، يعني الناس بتفتكر إن الإيمان قيد، فعايزين يعيشوا بشكل حر تماما بدون أي قيود وبدون أي ضغوط. المحور الثاني، فين الغلط من التفكير ده؟ إن الوجع مش دليل على غياب ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الوجع هو من طبيعة الحياة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، واحنا اتكلمنا عن الكبد في الحلقة اللي فاتت قبل كده. الظلم اللي احنا بنشوفه مش من الدين، ولكن من الناس اللي بتستعمل الدين غلط. الإجابات الفلسفية دايما بتديك إجابات ناقصة، يعني مثلا بتقولك انت صدفة، أو ليه جواك عقل بيسأل عن معنى. الحرية الحقيقية مش إنك تنكر وجود ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الحرية الحقيقية إنك تبقى إنسان له قيمة وليه معنى. كل إنسان فينا بيدور على معنى، حتى الملحد بيؤمن بحاجات كتير، منها العلم والشهوة والفلسفة مثلا. القلب لو اتساب في فراغ هيصرخ ويقول إنه عاوز معنى، وإنه الإيمان مش فكرة مستوردة، ولكن الإيمان هو الأصل. الإيمان هو الحل مش القيد. الإيمان مش بيحبسك، بل بالعكس هو بيفتح لك أفق أوسع وأشمل وأكبر. بيديك سبب تتحمل الألم، وبيديك معنى للمعاناة، وبيديلك أمل وسط الفوضى. فيكتور فرانكل قال اللي عنده ليه عايش علشانه يقدر يتحمل أي كيف. بدون الإيمان الحياة عبث وكل حاجة بتبقى فراغ. وهنا أنا بشبه الإيمان بالحدود، وليكن أنا عايش في دولة مفيش فيها حدود، أكيد هلاقي كل يوم دولة داخلة عندي تحتلني فهمي نظمي رسمي. علشان كده الحدود مهمة بالنسبة لدولتي اللي أنا عايش فيها، أو بالنسبة للبيت اللي أنا ساكن فيه لازم يكون لي حدود علشان تحافظ عليا من إنه الجيران تدخل تنتهك حرمة بيتي أو تنتهك الخصوصية بتاعتي. فإذا لازم يكون في حدود. فالإيمان هنا أنا بشبهه بالحدود. الإلحاد مش إجابة، الإلحاد فراغ، والإيمان مش قيد. الإيمان هو سر المعنى. لو كل إنسان فينا بص جوه قلبه هيلاقي إنه الفطرة بتقول إنه في معنى وفي رب وفي أمل. وإني برغم الظلام لست بيائس، فالفجر من رحم الظلام سيولد. النور في قلبي وبين جوانحي، فعلى ما أخشى، فعلى